بيضايقك النور بيتعبك؟ حكى فيه، انا مش دكتور سيكولوجي على فكره. والله. بس ساعتها فهمت ان انا قدامي حاله مختلفه. ما تطلبيش مني ان انت تلاقي مقاسات نازله ووزن نازل، احنا هنشتغل في الحته بتاعه الاسترس والكورتيزول العالي، ولما نوصل مع بعض للكورتيزول ينزل خدي مني نتائج. طول ما عندنا اراده مفيش حاجه هتوقفنا في بدايه جديده مع رحاب الشناوي. يا اهلا وسهلا ومع حكايه جديده من حكايات بدايه جديده. حكايه النهارده حكايه يعني غريبه شويه. يعني انا لما شفتها اول ما دخلت عليا انا عايزه اطفي النور بيتعبني، النور بيضايقني، عايزه تطفي النور بيضايقك، النور بيتعبك؟ حكى فيه، انا مش دكتور سيكولوجي على فكره. والله يا جماعه، في انا مش هيلث كوتش ولا ايه؟ انا هيلث كوتش ايه؟ عرفت منين؟ هي جاياني اصلا انا اخصائيه تغذيه. طب تمام. طبعا يعني انا يعني من جوايا الكلام ده اكيد ما فيش اي حاجه، بس هو من جوايا. فاللي هو طبعا انا احترمت ده تماما وقمت وفعلا طفيت الستاره وطفيت النور والى اخره واحترمت. بس ساعتها فهمت ان انا قدامي حاله مختلفه، قدامي حاله فيها عندها كميه مشاكل غير طبيعيه. فاستر يا اللي بتستر، ويا رب اعرف اساعدك يا ست الكل، لان انا ما يعني انا بضعف قدام الحالات اللي زي دي. فالمهم قعدت اسمع الست، هي جايه عشان تنزل في الوزن، طبيعي، حلو جدا. هي خبطت عندي في المحل اصلا كمان، مش جايه لي من على السوشيال ميديا، هي جايه لي من يافطه، فجايه لي ان هي عايزه تنزل في الوزن، بس ما تعرفش ان انا هيلث كوتش. فسبتها عادي خالص، وان احنا نشتغل عادي ننزل في الوزن. فشويه كده بقى بدات افهمها ايه هو الهيلث كوتش وبيعمل ايه ودورنا ممكن اساعدك ازاي. طب لو انت حابه تتكلمي في حاجه، طب حابه تتكلمي عن حاجه، طب لو. فبدات تتكلم معايا لما انا فهمتها ايه الهيلث كوتش ده وممكن يساعدها ازاي في حياتها لو هي عندها مشكله ليها مش عارف كذا. فبدات تتكلم بقى. انا قعدت في السيشن دي مثلا ساعه ونص او ساعتين، قاعده بسمع بطريقه غير طبيعيه، وهي ما صدقت. والله تتكلم. اكتشفت في الاخر ان الست دي متدمره نفسيا. هي يعني عايشه مع زوج يعني نرجسي. يعني انا حتى ساعتها يعني ما كنتش افهم قوي التعامل مع الشخصيه النرجسيه عامل ازاي. فبدات ان انا اقرا بعديها قوي، فلقيتها بتعاني معاناه لدرجه ان هو من كتر ما هو مسيطر عليها، هو بقى كل تفكيرها وكل حياتها وكل حاجه فيه هو. يعني التوتر واصل لدرجه ان هي يعني خلاص. فالموضوع كان صعب جدا، وده كان مؤثر جامد جدا على الكورتيزول. فالكورتيزول كان عالي والاسترس كان عالي، تخزين الدهون عالي، ما بتنزلش في الوزن. وانا قلت لها خلي بالك، طول ما كورتيزولك عالي ما تستنيش مني نتائج في الوزن خالص، ومش هتستني مني ان انا انزلك في الوزن خالص، وما تطلبيش مني ان انت تلاقي مقاسات نازله ووزن نازل. احنا هنشتغل في الحته بتاعه الاسترس والكورتيزول العالي، ولما نوصل مع بعض للكورتيزول ينزل خدي مني نتائج. طبعا اتفقت معاها على دوت، لان هي اصلا اول حاجه كانت جايه بيها والجول بتاعها اساسا ان هي عايزه تنزل في الوزن. فانا فهمتها كويس جدا، وهي كانت تمام واكسبتت وفاهمه وعندها استعداد ان هي تاخد معايا الرحله واحده واحده لحد ما ننزل الكورتيزول. وفعلا بدانا نعمل سيشن كوتشنج. طبعا ما كانش في نزول في الوزن خالص في الاول، بس بعد كده بدا يبقى في نزول وزن ومقاسات، وهي بدات سبحان الله بقت شخصيه تانية تماما. اللي حصل ايه؟ ان في الجلسات اللي احنا بنقعد نعملها مع بعض في الكوتشنج دي، هي طبعا بدات يعني كل ما تيجي تقعد معايا في جلسه اصلا هي تتكلم عن جوزها، وانا رايحه تاني اسالها سؤال عشان تتكلم عن نفسها. انا عايزاها تتكلم عن نفسها، انا عايزاها تحب نفسها، انا عايزاها تقدر نفسها، انا عايزاها تفهم نفسها، لان هي لو عرفت تتواصل مع نفسها هتعرف تساعد نفسها. وده اللي حصل بالاسئله اللي هي بدات ازاي تكتشف فجاه ان هي ما كانتش شايفه نفسها خالص، مش مهتميه بنفسها خالص. هي كانت توصل مراحل يا جماعه اقسم بالله ما بتقدرش تعمل اكل من كتر التعب اللي هي فيه. ما بتعرفش تودي ولادها النادي لما بتوديهم النادي بتوديهم، بس هي تعبانه جدا، مش قادره، حرفيا مش قادره. تخيلوا مش قادره تودي ولادها النادي وما بتطبخش.
فاتحولت بجد سبحان الله، عرفت تطلع حلول لمشكلتها، عرفت ازاي تتعامل معاه. مش بس كده، كمان هي اللي اقترحت ان ممكن تستخدم باباه وناس من حواليها تساعدها كسبورت ليها في المشكله بتاعتها، والحمد لله سبحان الله حلت مشكلتها او جزء كبير جدا. اخر سيشن انا عمري ما انسى الضحكه اللي فيها، وان هي سبحان الله يعني قلت لها يا بنتي انا والله حاجه كده بسيطه، يعني انا ربنا بس مقدرني ان انا اساعدك، لكن انت في الاول وفي الاخر انت اللي عملتي كل حاجه، انا ما عملتش اي حاجه. بس يكفي ان هي واحده مش بس نزلت في الوزن وخست مأساة والى اخره، حياتها بقت اهدى، عرفت تتواصل مع نفسها، عرفت تحب نفسها، عرفت تتواصل مع اللي حواليها. هي كانت فاقده لغه التواصل، مش عارفه تتواصل مع اي حد، فبالتالي مش عارفه تعمل اي حاجه، وحطت نفسها جوه دايره مقفوله وخلاص بقت سودة، وحياتها بقت سودة، والحياه خلصت كده، الحياه كده خلصت. عايزه اقول يا جماعه ان احنا لو احنا عندنا مشكله من هذه المشاكل، ممكن يجيلنا مشاعر مش مريحه، ممكن يجيلنا مشاكل عادي، الدنيا كده. بس ممكن يفرق بني ادم عن البني ادم التاني، انت بتتواصل ازاي مع مشاكلك، انت بتقعد ازاي مع مشاعرك، هل انت بتتعامل معاها ولا بتخاف تتعامل معاها؟ هل بتجيلك مشاعر مش مريحه واحده ورا الثانيه ورا الثالثه، وبتقفل الظرف وبتخاف تقراه وما بترضاش تفتحه، لحد ما المشاعر من كتر ما بتكبر توصلك لحاله من الاسترس والاكتئاب، وتوصلك لحاله ان الكورتيزول يبقى عالي جدا، مفيش نوم ومفيش. حاولوا تتواصلوا مع نفسكم وازاي ان احنا نتعامل مع المشاعر دي. وصلت؟